زيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا الاتحادية بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني يوآخيم جاوك لبحث أوجه التعاون الثنائي المصري الألماني، وهو ما أعلن عنه متحدث الحكومة الألمانية بتمسك الجانب الألماني بالزيارة، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الألمانية. الزيارة لها بعد سياسي هام جدا. مصر وألمانيا دولتان ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. مصر تقف بصلابة كحائط صد أول ضد جحافل الإرهاب التي تهدد دول المنطقة، وبالتالي دعم مصر ومساندتها لمواجهة الإرهاب الداخلي والإرهاب في المنطقة. وأيضا علينا أن ندرك أن أمن مصر واستقرارها وارتباطه بأمن واستقرار الشرق الأوسط مرتبط أيضا بحكم الجوار المتوسطي بالأمن الأوروبي، بحكم أيضا أن مصر مطلة على ممرات التجارة الدولية ومصادر الطاقة وعلاقاتها الاستراتيجية والأمنية بدول الخليج، تجعل من استقرار مصر مطلب ليس فقط لأهلها ولشعبها ولمنطقتها بل لأوروبا والعالم أجمع. وعلى الرغم من الجدل الذي أثير حول الزيارة، إلا أن الجانب الألماني شدد على أهمية مصر كشريك استراتيجي هام لألمانيا وضمان لاستقرار المنطقة. Die deutsch-ägyptischen Beziehungen sind sehr, sehr, sehr alt und sie sind sehr breit und intensiv. Ich glaube, wenn wir über die deutsch-ägyptischen Beziehungen sprechen, sollten wir nicht nur auf die letzten Monate oder Jahre blicken, sondern auf einen sehr, sehr viel längeren Zeitraum. Und die deutsch-ägyptischen Beziehungen waren immer intensiv und sehr fruchtbar. Im politischen Bereich wissen wir, dass Ägypten einer der wichtigsten Stabilitätsanker in der Region ist. Im Bereich der Wirtschaft haben wir einen sehr umfangreichen Handelsaustausch. Ägypten ist eines der Schwerpunktländer der Entwicklungszusammenarbeit mit Deutschland, gerade in den Bereichen Wasser, Bewässerung, Abwasser, erneuerbare Energien, Klimawandel und all diese sehr aktuellen Themen. هذا وقد توافد وفد شعبي من مختلف القطاعات المصرية يترأسه وزير الخارجية الأسبق للتنسيق مع الجانب الألماني بهدف إنجاح الزيارة. حبينا ان احنا نيجي نمهد الطريق، يعني نقدر نقول كده، ده اللفظ المظبوط، نمهد الطريق لزيارة ناجحة ان شاء الله. بنبين أهمية العلاقة المصرية الألمانية، بنطرحها على الجميع المسؤولين سواء كان في الخارجية أو في البرلمان أو في الثينك تانكس أو في الميديا. فيما تشهد الزيارة استعدادات غير مسبوقة من جانب الجالية المصرية بألمانيا. وعلى المستوى السياسي هو أكيد هو الأقدر على أنه ينقل الصورة الحقيقية بتاعت مصر إلى الألمان والأوروبيين. في انتظار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المصريين الشرفاء المحترمين اللي موجودين في جميع أنحاء ألمانيا. أنحاء ألمانيا كلها جاية تحتفل برئيسنا عبد الفتاح السيسي. احنا طبعا مستعدين، عايزين أولا نرحب بسيادة الرئيس، نقول له أهلا بك في ألمانيا، دي أول زيارة لي في ألمانيا. السفير الألماني الأسبق عبر عن مصر بقوله: مصر وطني الثاني. زيارة السيسي لألمانيا تحمل معها ملفات سياسية واقتصادية هامة يتخللها التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال الطاقة والتجارة والصناعة والبحث العلمي، فضلا عن توقيع اتفاقية تمكن مصر بموجبها أن تكون الدولة الشريك في أكبر معرض زراعي على مستوى العالم، مما يعكس مدى عمق العلاقات المصرية الألمانية المشتركة. من داخل السفارة المصرية، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. زيارة السيسي لألمانيا تحمل معها ملفات سياسية واقتصادية هامة يتخللها التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار والبحث العلمي، فضلا على توقيع اتفاقية تخول لمصر بموجبها أن تكون الدولة الشريك في أكبر معرض زراعي على مستوى العالم تنظمه ألمانيا، مما يعكس مدى عمق العلاقات المصرية الألمانية المشتركة. إيمان البكري، قناة النيل، برلين.